طبعا في حالة غريبة أوي من الانتعاش في السياحة. هي ذهب ولكنها ليست ذهب التي تنتحب. مفيش حتى جسر واحد بيفطر. صباح الخير. السلام عليكم. ايوه انا هو لا ما تعمل الكل يتآمر على صناعة السياحة، الجميع يتآمر على صناعة السياحة، حتى العاملون في السياحة يتآمروا على صناعة السياحة. عدم وجود كوادر مدربة سواء في التسويق أو في مقابلة الجسم أو على مستوى إدارة الصراعات، تتصرف ملايين في النهاية الناس مش لاقي تاكل. فكروني بالظبط زي ايام الانتخابات لما كان كل حزب بيزايد باسم الثورة وشباب الثورة، وتيجي تدور على القوائم تلاقي القوائم مهما كان تكاد تكون خالية من شباب الثورة إلا من المجموعة المعروفة إعلاميا. لذلك كل بيتحدث عن السياحة وتنشيط السياحة وبدلات وهيئات وفود رايحة وفود جاية وهيئة تنشيط سياحة ووكلاء وزارات. وفي النهاية المستهدف بالعملية دي هم دول اللي شايلين السياحة على كتافهم، بيعانوا في صمت، في صمت، والدولة تركاهم في ظل الظروف الاستثنائية لوحدهم. نحن نعيش في حالة اللا دولة. أنا لسه جاي دلوقتي المكان حصل فيه إزالة لتعديات مواطنين اعتدوا على أرض الدولة وبنوا عليها لأسباب عدة، منها توزيع الأراضي على المحاسيب والألاضيش واللي بيقدروا يلبسوا بدل ملمعة واللي يعرف فلان بيك فلان باشا والأغنياء، وأهل البلد ما بيلاقوش حتى شقة يقعدوا فيها، فبيلجأوا إنهم يشتروا أرض وضيق عشان الدولة ما بتخصص لهمش. افتعال الأزمات وبعدين نواجهها بصورة تشعلها أكثر. مفيش تخطيط استراتيجي. نحن هنا بوابة على العالم، نتعامل مع جميع جنسيات العالم بجميع مستوياتهم العلمية والمادية، ودولتنا غير قادرة على التعامل بصورة حضارية، والفوضى سيدة الموقف والمعاناة
رقم واحد في المعادلة. الناس مش لاقية تاخد مرتباتها ولا تدفع إيجاراتها ولا تسدد تمن المرافق. 2 سياح هنا اهوت. Morning, nice to meet you. يعني خلال جولتنا كان هذا الشاطئ يكتظ بالسائحين. الحمد لله في مكان في حوالي 2-4. دايما كل يوم الصبح الإيجيبشن بريكفاست this time of snorkeling in the morning. دي حتى ما هي سائحة، دي مقيمة. رجال الشرطة. احنا كده مشينا تقريبا في المنطقة اللي يفترض تكون الأكثر اكتظاظا، اللي هو شاطئ المصبط اللي هو قلب دهب. امتى هيتحرك المسؤولين؟ في أرض بتشتكي. امتى هنلاقي لينا قنصلية في سينا عشان لما يكون في مشكلة نقابل السفير أسو بالألمان والأمريكان. لما يكون عندهم أي مشكلة هنا بيتصل بالسفارة بتاعته، بيبقى مواطن واثق. I'm gonna call my embassy، واثق إن مشكلته تتحل. هنا صراخ وبكاء. ناس تتألم في صمت. دول ستاف الكافيتيريا. هي دي دهب دورة سياحة على خليج العقبة. هي دي سينا اللي عاش جيل أبويا علشانها، وإحنا جيل التعمير حلمنا إن إحنا نعمرها. إلى من يهمه الأمر تعال الذهب واستمتع، أو اتقي ربنا لو أنت مسؤول. نسيب منصبك لناس تانية تفهم يعني إيه تنمية وتقدر تتعامل مع مشاكل الناس. آن الأوان يا دولة العواجيز ترحلي. آن الأوان يبقى فيه محافظ شاب، يبقى فيه وزير شاب. آن الأوان كل ركائز الدولة العميقة تتنسف ونبني دولة شابة. تشرب عصير. السيسي تمام كده؟ السيسي انت رايح فين انا؟ اروح الفندق. حاجه طيب؟ الافراج في الدار والله. أكتر حاجة منتشرة هنا لعب الطاولة والضمنة والأتاري في مكان هو افترض إن هو مجتمع عامل، لأن اللي ملوش شغل ما بيقعدش.
يا دولة العواجيز، يا دولة الديمقراطية. يا بلد المواطن بيتولد وعليه بيته. سلام.